متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج حوار في كتاب، حيث نستضيف في هذه الحلقة الباحث والإعلامي المعروف والمراقب الدولي سي أنور مالك، وهو جزائري مقيم بمدينة باريس الفرنسية، لنحاوره في كتابه الصادر مؤخرا البوليزاريو وإيران، أسرار من طهران إلى تندوف. مرحبا بسي أنور مالك، كاتبا وباحثا معروفا وخبيرا دوليا في كثير من الشؤون الدولية والجيوسياسية ولا سيما الشأن الإيراني. أولا هنيئا لك بصدور هذا الكتاب الذي كما تقول العبارة العربية سارت بذكره الركبان، حيث يسأل عنه الكثير في المكتبات، وحيث يسعى كثير من المنابر المغربية والدولية إلى استضافتك. سي أنور مالك، نعرفك باحثا ويعني خبيرا ولك باع طويل في كثير من الشؤون الدولية والجيوسياسية. كيف حدثت يعني حكاية هذا الكتاب؟ ما هي الدوافع وما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء صدور هذا الكتاب؟ أولا في البداية شكرا على الاستضافة، وشكرا للقناة على هذه الفرصة المتاحة لنا، وتحية من خلالكم إلى الجمهور الكريم الذي يتابع قناتكم. هذا أولا. ثانيا، حقيقة أنه في هذه المرحلة الأخيرة، السنوات الأخيرة، صار ملف إيران يشغل الكثيرين من خلال التطورات الدولية التي حدثت. هذا من جهة. من جهة أخرى، أنني كمتخصص في الشأن الإيراني وأتابع هذا الملف منذ سنوات طويلة، وسبق وأن ألفت كتاب أسرار الشيعة والإرهاب في الجزائر، وأيضا كان عندي برنامج تلفزيوني اسمه المراقب، كان مهتم على مدار عدة سنوات مهتم بالشأن الإيراني، وكان يبث عبر قناة في المملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة، وأنا أهتم بهذا الموضوع. لكن في الآونة الأخيرة، وخاصة منذ أن قطع المغرب علاقاته مع إيران وجرى الحديث حول دور إيراني في مسألة البوليزاريو، ومنذ ذلك الحين وأنا أبحث في هذا الموضوع بطريقة الباحث الذي يبحث عن خبايا هذا الملف، إلى أن يعني تحصلت على بعض الوثائق الاستخباراتية السورية، وجدت فيها الكثير من الآثار حول هذا الموضوع. فوجدت بأنه من الضروري جدا أن يكون هذا الجهد من البحث وجهد من الكتابة يجمع في كتاب يكون مرجع إلى الكثيرين، خاصة في مع التطورات التي حدثت مؤخرا. لذلك قررت أنه أجمع كل المعطيات التي وصلت إليها في كتاب، ووصل الجهد إلى هذا الكتاب الذي بين أيدي القراء الكرام. سي أنور مالك، أنا قرأت الكتاب واطلعت على محتوياته ومحاوره، ونكتشف حقائق جديدة وموثقة أيضا. هل تعتقد سي أنور مالك أن ما يوجد في بين دفتي هذا الكتاب من أسرار أنت تكشف عنها ومن خبايا لم تكن منشورة ولم تكن معروفة من قبل، هل تعتقد أن محتويات هذا الكتاب بالنظر إلى العلاقة المتوترة بين المغرب والجزائر حاليا، ولا سيما حول قضية الصحراء واعتراف دولي أممي بالحل المغربي ألا وهو الحكم الذاتي، هل تعتقد أن ما يفشى به من أسرار ولا سيما في هذا المحور البوليزاريو، الجزائر، حزب الله، سوريا بشار وإيران، هل تعتقد أنها تقوض من فرص التقارب ولربما تزيد يعني تصب كما نقول العبارة الزيت في النار بين العلاقة بين المغرب والجزائر، أم أن النظام الجزائري لربما سيتصرف بطريقة مغايرة ويحاول أن يضع حدا لهذه الإشكالية، إشكالة يعني هذه العلاقات التي أصبحت منسوجة على مستوى يعني قاري ومعقدة، وتدفع بمنظمة أو حركة كالبوليزاريو أنها تستقوي ليس بالجزائر وبالنظام العسكري الحاكم، ولكن أيضا تستقوي بإيران التي في اعتقادي تحاول أن تستقوي هي الأخرى بكونها قادرة على إشعال فتيل كثير من الفتن، سواء في اليمن وفي جنوب لبنان، سوريا وأفريقيا. أولا وقبل كل شيء، هذا الكتاب كتبته كباحث
لا علاقة له بأنه في تصفية حسابات مع النظام الجزائري، أو أنه الهدف الإضرار بصورة الجزائر، أو أنه الهدف ضرب الجزائر مع قوى كبرى. هذا أمر بعيد. الباحث دائما عندما يجد ملف مهم لم يسبقه إليه أحد وتتوفر لديه المعلومات يتناولها ويوفرها. وأعتقد بأنه هذا على مستوى أنه باحث أو كتب، ونترك إلى باحثين آخرين ربما عندهم رؤى مخالفة فليطرحوها في كتاب، في ردود. أنا لا أنزعج من أي شيء، ليكون فقط في سياق أكاديمي، في سياق مهني، في سياق احترافي، في سياق يتسم بالأخلاق الصحفية فقط. هذا أولا. ثانيا، أن هذا الكتاب يدخل في إطار أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. يعني أنك أخوك عندما يكون ظالم، ما يكون مظلوم، تنصره، وواضح أنك تدفع عنه هذا الظلم. ولكن عندما تنصره ظالما أنك تدفعه إلى الابتعاد عن هذا الظلم. ومشروع إيران هو نوع من الظلم الذي فتحت له الجزائر أحضانها ضد الجزائريين أولا، والأمر الآخر ضد أبناء المنطقة بصفة أساسية، وتحديدا أشقائنا وجيراننا المغاربة، خاصة أن البوليزاريو هي منظمة ترتبط بالمغرب، وهي أصلا منظمة في الأصل هي مغربية قبل، وكانت تدخل في إطار المقاومة والاحتلال الإسباني قبل أن تنحرف وتصبح حركة انفصالية. الأمر الآخر أنه هدف الكتاب ليس أنه ننتقم من الجزائر، بل أنني أدافع عن الجزائر. فتجارب المشروع الإيراني في اليمن، في سوريا، في العراق، في لبنان، في الأحواز العربية المحتلة التي احتلت 1925، يعني قبل 23 عام من نكبة فلسطين، احتلتها بريطانيا وسلمتها إلى شاه إيران. منذ ذلك الحين وهذا المشروع فيه ظلم، إلى أن جاءت الخمينية وتصاعد وتحول هذا الظلم إلى نوع من الإرهاب. عندما أكشف هذه الخيوط، أكشف معلومات حول خطط إيرانية استخباراتية لاختراق الجيش الجزائري عن طريق تزويج بنات المتشيعين لضباط كانوا في بدايتهم وأصبحوا الآن فيهم اللي أصبحوا جنرالات. فهذه تعتبر معلومات ليس الهدف منها الإساءة كما قد يتوهم البعض. وأنا شفت شبكات التواصل الاجتماعي وهذا كتاب ينتقم من الجزائر. لا أبدا. هذا الكتاب لو عندنا أجهزة أمنية في الجزائر يهمها أمر الجزائر، هذا الكتاب توزعه على الجزائريين. لأنه عندما تكتشف أن البوليزاريو تشتغل مع إيران إلا في حالة واحدة، أنا إذا كان النظام الجزائري هو الذي ربط هذه العلاقة، وهذا الأرجح، لأن كل المعطيات. أنا قبل ما أتكلم عن علاقة البوليزاريو بإيران تكلمت عن علاقة إيران بالجزائر، والجزائر قطعت علاقاتها في التسعينات، في منتصف التسعينات مع إيران بسبب دعمها للإرهاب في تلك المرحلة. لذلك هذا المعلومات من المفروض لا تزعج أحد، لكن هذا الانزعاج مما يوحي أن هذا المشروع هو المشروع تحت الرعاية الجزائرية. الجزائر أفلس، البوليزاريو لم يعد لديها حلفاء أصلا، والجزائر أفلست دبلوماسيا. ماذا بقي لها؟ بقي لها إلا إيران. إيران بدورها تبحث عن ذراع إيراني في المنطقة المغاربية. حاولت مع الجية، وهذا الذي كشفته في كتاب أسرار الشيعة والإرهاب، وفشلت. حاولت أن تصنع ذراع ما يسمى حزب الله المغاربي وفشلت. بقيت لها هذه البوليزاريو جاهزة. وأنا جبت تفاصيل اجتماع لقاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قضت عليه أمريكا في مطار بغداد. هذا جبت كتاب، جبت المعلومات كلها حول هذا الاجتماع التي جاءتني من مصادر إيرانية. لذلك أعتقد أن هذا الكتاب المفروض لا يزعج، ومن المفروض لا يدخل ضمن تأزيم الأوضاع. أنا أرى بأن إيران تلعب دور الشيطان في إفساد العلاقات بين الجزائريين والمغاربة. عندما نفضحها بهذا الكتاب معناها أننا نبعد هذا الشيطان الذي يريد ضرب العلاقات، وهو لم يخرج أبدا. لم يخرج أبدا. أنا في الكتاب أحذر الجزائريين من هذا المشروع الهدام. أيام فشل حقيقة الجزائر في مراحل سابقة كانت لا تسمح للتمدد لهذا المشروع، خاصة في عهد بوتفليقة وما قبله. ولكن منذ وصل تبون إلى السلطة
خلاص أصبحت إيران تسرح وتمرح كما يحلو لها، وأصبح لديها جماعاتها ونفوذ أيضا في كثير من البلدان. نعم، بارك الله فيك. هذه الإشكالية. لذلك أعتقد بأن هذا الكتاب لا يندرج ضمن صب الزيت على النار ولا إلا إذا كان أريد. أنا عارف، أنا فاهم. لا أنا فاهمك. لا أنا فاهم قصدك أيضا حقيقة، وكثير يرونه هكذا بنفس الطريقة. أنت طرحت سؤال راه موجود، بل أن هناك من يهاجم ما دام نشره في المغرب. أولا هذا سؤال مهم، والله أغتنم هذه الفرصة لأجيب عليه. بعض يسأل يقول لك لماذا راك نشرته في المغرب وفي هذا التوقيت بالذات، وبعد آخرين يتكلموا بعد 31 أكتوبر، رغم الكتاب نشر قبل، يعني طبع وانتهى قبل 31 أكتوبر، وأصلا أعلنا عليه في شهر مايو 2025، لكنه يندرج ضمن عمل أطلقناه مع جبهة القوى الديمقراطية وأمينها العام الدكتور بن علي المصطفى، وتوج هذا الأمر روبورتاجات ميدانية، ندوات، وتوج هذا الأمر بكتاب، لذلك نشر في المغرب. والكاتب لا توجد مشكلة للكاتب. أنا والله لو كوكب كنفوشيا الشمالية في كوكب من الكواكب تقول لي تعال أنشر الكتاب، أمشي أنشر الكتاب فيها. المشكلة أنه ليس مكان نشر الكتاب، بل أنه هذا يدخل في إطار مشروع، وهذا المشروع يدخل في إطار اليد الممدودة، في إطار إعادة اللحمة بين الجزائريين والمغاربة، في إطار إبعاد هذه المخاطر الهدامة التي تأتينا من الخارج وتريد ضرب وحدتنا، لأن إيران تحرض في البوليزاريو على التصعيد، تعطيها أسلحة تدفعها إلى العداء، مش فقط الجغرافي والديموغرافي، بل العداء الإيديولوجي أيضا، وهذا خطير جدا. يعني لمشروعها الاستراتيجي ألا هو الامتداد الشيعي، كما ورد في كثير من محاضراتكم، وأنتم يعني خبير في الشأن الإيراني. علاقة بملف الصحراء، وأنتم تعلمون يعني التطور يعني الذي حصل عندما يعني أجمع كل الأعضاء تقريبا في المجلس الأمن الدولي على يعني وجاهة الخيار والاختيار المغربي ألا هو الحكم الذاتي، وما لذلك من يعني من تطورات سواء على مستوى الجمهورية الجزائرية وعلى لسان كثير من دبلوماسيها، كيف يعني تفاعلوا وكيف تأثروا بهذا الموقف. وهم في ذلك لم نرى يعني أي مبادرة من طرف النظام الجزائري في التعاطي مع هذا الحدث وهذا التطور، إلا ما ورد في كثير من قنواتها الرسمية وغير الرسمية من يعني لا أقول عداء، ولكن كأنهم لم يستسيغوا الأمر. وبالتالي هل ترى سي أنور مالك أن هذا الحدث يعني هذا التطور في ملف الصحراء قد على الأقل يعني يحرك تلك المياه الراكدة بين المغرب والجزائر، ولربما تكون فرصة يعني فرصة من ذهب لطي هذا الملف، أو أن ربما ترى أن الأمر قد يطول يعني ربما عقود أخرى؟ هل لديكم شيء من التفاؤل بخصوص هذا حقيقة أن النظام الجزائري مر بمراحل مع هذه المسألة تحديدا، نزاع الصحراء. في البداية كان يريد دولة، ثم بعد ذلك يريد أن الإبقاء على هذه ما تسمى الدولة المعلنة في تندوف، يعني الصراع يبقى عليها فقط ويحاول يكسب لها حلفاء. لكن الآن صار همه إبقاء النزاع، لأنه الدولة وهم الدولة انتهى، بقي الدولة في تندوف. الإبقاء على وجود للبوليزاريو داخل الأقاليم الجنوبية المغربية انتهى. الناس سكان هذه المناطق، وأنا تجولتها زرت كل المناطق هذه، وجدت أنه لا يوجد شعب هناك سوى شعب مغربي لا يؤمن إلا بمغربية الصحراء، والحكم تقريبا الذاتي راه قائم. سكان المناطق هم الشرطة وهم الدرك وهم المسؤولين المحليين ووزراء ونواب كلهم من أبناء المنطقة. نعم، لقيتهم وزراء ولقيتهم شخصيات من أبناء المنطقة. الآن النظام الجزائري في هذه الفترة تحديدا بعد صدور قرار المجلس الأمن في 31 أكتوبر تشرين الأول 2025، كان ينظر وحس بالصدمة، وحسب معلوماتي أنهم عقدوا اجتماعات. قال لك الصدمة لماذا؟ أولا محتوى القرار
وثانيا لا مش الإجماع فقط، هذا طبعا مر. ثانيا مسألة وجود الجزائر داخل مجلس الأمن ويمرر مثل هذا القرار، يعني في فشل دبلوماسي للجزائر على مستوى العالم وفشل للجزائر داخل مجلس الأمن أصله. فاتفقوا على أنهم يسوقوا إلى أسطوانة أن الجزائر نجحت، وأن هذا القرار ما ماهوش بالمعنى الذي فهمه المغرب، لكن رغم ذلك الحقيقة أن هذا القرار صادم للنظام الجزائري. صادم يعني معذرة بكونه لم يكن منتظرا من طرف النظام العسكري؟ لا، كان منتظر حقيقة، لكن كان يتوقع أنه ما يكون بهذه الحدة، كان يتوقع يكون، وكانوا متوقعين أن الجزائر تنجح عن طريق الصفقات وعن طريق كذا إلى تخفيف هذا البيان إلى أقصى حد. لكن كانت الصدمة، وحاولوا صدمتهم أكثر أمام الجزائريين، لأنه الشعب الجزائري الذي غذوه بفكرة أن الدبلوماسية الجزائرية قوية، أن عضوية الجزائر في مجلس الأمن مهمة جدا، وأن الدبلوماسية المغربية فاشلة، وأن الدبلوماسية الجزائرية ناجحة، وهكذا، وأن هذه القضية عادلة وفرضت نفسها. كل هذه المقومات خلت النظام الجزائري يشعر بالصدمة، وعملوا استراتيجية على أساس أنه يسوقوا إلى أسطوانة أن نحن أدينا ما علينا وروا نجحنا وحققنا إنجازات، وأن هذه القضية ليس كما يريدها ويراها المغرب وما إلى ذلك من هذه. لكن مؤخرا رئيس الجمهورية أو رئيس جنوب إفريقيا خرج وعبر عن مخاوفه عن مستقبل هذا مشروع البوليزاريو. هو تكلم عن تقرير مصير وما يسمى الشعب الصحراوي، لكن الحقيقة هو متخوف من هذا، وشكل صدمة أصلا ثانية للجزائر أن يأتي حليف استراتيجي ويعترف أن ما حدث في مجلس الأمن هو خطير. لكن الحقيقة أن الجزائر الآن في هذه المرحلة من خلال ما توفرت لديه معلومات يريد فقط الإبقاء على النزاع، يماطل. لماذا يحرض في البوليزاريو أنها ترفض الحوار؟ كله من أجل ربح الوقت، لأن النظام الجزائري يفهم ويريد أن يفهم نفسه ويقنع نفسه أنه ما يجري بسبب إدارة ترامب، وأنه عندما تغادر إدارة ترامب تنقلب الأمور رأسا على عقب. وأعتقد بأن هذا المفهوم غبي جدا، يدل على عدم فهم السياسة في أمريكا، عدم فهم السياسة عند هؤلاء الدول التي تتصرف في مثل هذه القضايا بمنطق الدولة وليس بمنطق مسؤول أو حاكم أو رئيس حكومة عابر كما حدث في إسبانيا. والآن ينتظروا أن القرار يتغير الفرنسي مع رحيل ماكرون. وأعتقد أن الجزائر الآن تريد استمرار النزاع وليس النجاح في تحقيق الدولة التي أصبحت في سابع المستحيلات في المنطقة المغربية. سي أنور مالك، نريد منك جوابا كمواطن جزائري وكمواطن مغاربي تسعى إلى طي هذه الصفحة المؤلمة التي دامت كثيرا منذ تقريبا 50 سنة، وأنت تعرف قوة الأواصر والوشائج التي تجمع بين الشعبين الجزائري والمغربي. ونحن نعرف يعني في قرارة أنفسنا بأنه هو شعب واحد فرق بين أهاليه الاستعمار. فما هي الرسالة سي أنور مالك بوصفك مواطنا مغاربيا غيورا على الوحدة المغاربية؟ ما هي الرسالة التي تبعث بها إلى النظام الجزائري، أو بالأحرى النصائح أو النصيحة، وأنت جلت كثير من العواصم وقابلت كثير من الدبلوماسيين ومن أصحاب القرار؟ ما هي النصيحة يعني بحيث تكون نصيحة في من أجل رابح ونصيحة تلم يعني هذا المشكل الذي دام طويلا؟ حقيقة لو طرحت علي هذا السؤال والوضع غير هذا الوضع لقلت سأوجه نصيحة للطرفين الجزائري والمغربي. ولكن ما دام المغرب يده ممدودة، وكل مرة الملك محمد السادس يجدد هذه اليد الممدودة، والمغرب لم يتخذ أي إجراء معادي للجزائريين، لم يقطع العلاقة، لم يغلق الحدود، لم يسحب السفير، لم يغلق الأجواء، لم يفرض التأشيرة على الجزائريين، ولم يرد بالمثل في أدنى شيء، معناها أن المغرب يده ممدودة. الطرف الآخر هو الذي أتت منه كل الشرور، معاداة الوحدة الترابية الجزائرية المغربية على مدار عقود، يعني نصف قرن وأنت تعادي في هذه الوحدة، تصرف الأموال الهائلة من أجل لا شيء، من أجل مصالح الجزائر صفر، بل أن الجزائر تخسر في هذه القضية. وحقيقة كنا نساند، أنا واحد من الناس كنت نساند في البوليزاريو،
وكنت أراها قضية وأن الحل، لكن مع مرور الوقت ومع زياراتي إلى الأرض ورأيت ما رأيت وجدت أننا عايشين في وهم كبير ونزيف كبير. أمر آخر، عندما اطلعت من لقاءات جمعتني مع مسؤولين دبلوماسيين مفكرين برلمانيين في كل أنحاء العالم، أدركت أن استمرار هذا النزاع يشكل خطر كبير على الأمن القومي الجزائري ويهدد الوحدة الجغرافية الجزائرية. فالجزائر دعمت الانفصالية، ها هي الآن تعاني من انفصالية كبيرة وستتمدد وتشكل عبء كبير. الجزائر تنشر في الكراهية تجاه المغاربة، فأصبحت الجزائر والجزائريين يعانون من كراهية تجاههم في الغرب والشرق وبين العرب وغير العرب وبين المسلمين. فأنا وصلت إلى قناعة أن البوليزاريو هي الوباء بما تحمله من نزعات انفصالية، كراهية، نزيف اقتصادي، نزيف اجتماعي، إضرار بالوحدة الجزائرية، إضرار بصورة الدولة الجزائرية. فأرى بأن النصيحة التي أوجهها للجزائر، أنا أتمنيت أن حل هذه المشكلة فيما بيننا جزائريين ومغاربة. يلتقي الجزائري مع شقيقه المغربي، أغلقوا على أنفسكم في فيلا وتعاركوا، مش مشكلة، وبعدين أخرجوا لنا بحل. لكن أن نتشاجر بهذه الطريقة على مرأى العالم، وبعد ذلك الحل الذي كان من الممكن أنه نعالج أنا وأنت وكجزائري، طبعا من المفروض الجزائر عندها مصالح في هذه القضية تعالج مصالحها مباشرة مع المغرب. لماذا نصل إلى هذا الوقت يصدر قرار أممي وجاية قرارات أخرى وجاية تدخلات؟ الآن المشروع الإيراني راه في مخيمات تندوف، وما زالت فيها مشاريع أخرى، وهذه المشاريع التي تأتي من وراء الحدود ومن خارج المنطقة المغاربية راهي تبحث عن مصالحها وليست مصالحنا كجزائريين أو كمغاربة أو كمغاربيين بصفة عامة. أنا أرى أن نصيحتي الجزائرية والنظام العسكري في الجزائر، قابلوا اليد الممدودة من المغرب بيد ممدودة أخرى، عالجوا الخلافات قبل أن تفرض عليكم الحلول، عالجوها فيما بينكم مع الأشقاء المغاربة. وأنا بحكم ما زرت المغرب والتقيت مع ناس من كل الطبقات، لم أجد ولن أجد من يكن كل الحب للجزائريين من أثل الأشقاء المغاربة، بل غيرتهم على الجزائر مثل ما هي غيرتهم على المغرب. ومن يقول غير هذا فهو كذا. طبعا موجودين متطرفين في كل الدول في شبكات التواصل الاجتماعي، هذا لا يعنونا. أنا أتكلم على صناع القرار، أتكلم عن النخب الحقيقية والقوى الحية والقوى السياسية والقوى الفكرية التي لديها تأثير. هؤلاء لا يحملون أي حقد للجزائر. ونفس الشيء النخب الجزائرية الحقيقية، حتى وإن كان بينها من تلوث بسبب الضغوطات، بسبب الحسابات الأمنية والاستراتيجية التي فرضها النظام، هؤلاء أيضا هناك الكثير من النخب ترى بأن الحل نعالج مشاكلنا فيما بيننا، لأن حدودنا، أنا أصرف على أمن حدودي وأنت تصرف على أمن حدودك. إذا حدثت تطورات خطيرة بين البلدين، من يدفع ثمنها البلدان وما إلى ذلك من هذه الأمور. أنا أعتقد أن النصيحة الكبيرة والتي ألح عليها وستكون شاهدة، نعم أقولها من هذا المنبر، ستكون شاهدة علينا يوم القيامة وأمام الأجيال القادمة، أن هناك يد ممدودة، قابلوها بيد ممدودة أخرى بعيدا عن ترهات العسكر وحساباتهم اللي حولت الجزائر إلى ثكنة عسكرية. قابلوا اليد الممدودة باليد الممدودة. إذا عندكم أشياء مزعوجين من المغرب، عالجوها مع المغرب بعيدا عن هذه القوى الكبرى التي سيأتي اليوم وتختطف هذا النزاع فيما بيننا وتستعمله فيما يخدم مصالحها بعيدا عن مصالحنا. الشعبين الشقيقين اللي هما شعب واحد في بلدين، وأحيانا يكونوا عبارة عن شعبين في بلد. سي أنور مالك، في مسار بحثك وفي مسار كشفك للمعلومات، وأنت إعلامي وأيضا في نطاق مهمتك كمراقب دولي بسوريا، كشفت عن كثير يعني من الأسرار، صراحة بصلة بالعنوان يعني أسرار الإرهاب. نكتشف من خلال وثيقة موثوق بها أن كان ثمة يعني لقاء بين إبراهيم غالي والاستخبارات السورية سنة 2012. ثم في معركة القصير نكتشف أن عناصر من البوليزاريو شاركت يعني إبان الحكيم بشار في مواجهة ثوار سوريا، وأنه يعني قتل كثير من تلك العناصر. ثم البوليزاريو
خرج ببلاغ بأن من توفوا وإنما كان ذلك في إطار معركة جرت بين عناصر بوليزاريو والمغرب. وطبعا هناك وثائق أخرى خطيرة جدا، يعني ما مبلغ أهمية وخطورة هذه المعلومات؟ حقيقة أنه في سنة 2012 فجأة اتصل بي ضابط كان في المخابرات السورية انشق عن النظام، هرب من سوريا إلى تركيا، والتقيته وجاب لي ذاكرة كمبيوتر اللي يقوم بتحرير فيه المعلومات التي تصله. فوجدت كثير حقيقة، بدأت أقرأها، وجدت ما يخص المغرب، الجزائر، كثير من الأمور، حتى تفاجأت بمثل هذه الوثائق اللي تتحدث عن لقاء جامع إبراهيم غالي كان بصفته أنذاك سفير للبوليزاريو في الجزائر مع ضابط طبعا مع جهاز المخابرات السورية، وتكلموا من بين الكلام اللي تكلموا أنه تحدث عن عناصر للبوليزاريو قتلوا في معركة القصير. معركة القصير هذه حدثت في 2012 بين قوات حزب الله ثوار سوريا، حيث هاجم حزب الله آنذاك على القصير وارتكب مجازر وقتل. لكن الغريبة أنه ذكر بأنهم ماتوا. ترى هل ذهبوا خصيصا كمقاتلين؟ هل أرسلوا في إطار مهمة طبعا عسكرية مع متفق فيها بين الجزائر وكذا؟ ولكن فيه وثيقة أخرى تتحدث على اتفاق جزائري سوري لمشاركة عناصر من البوليزاريو. هل هذا حدث بمباركة إيرانية؟ طبعا تكون مباركة إيرانية، مباركة جزائرية هذه ثابتة، مستحيل يتصرفوا هذا التصرف. لكن الغريب أنه مات الأمر لما أنهيت الكتاب ولما خرجت في حصة إعلامية تكلمت حول هذه القضية، هناك من اتصل بي من المخيمات وأخبروني أنه بالفعل في 2012 تم هناك مقتل عناصر وتم تدفنهم وكل شيء في تندوف، ولكن أخبروا البوليزاريو أخبرت أهاليهم على أن هؤلاء قتلوا في عملية المقاومة ضد شهداء ضد ما يسمونه الاحتلال المغربي، أنهم قاموا كأبطال بعملية ضد الجيش المغربي، وأنهم قتلوا في معارك مواجهة للدفاع عن الأراضي ومش نعرف واش من هذا الشرع. لكن الحقيقة هي التي وردت في هذا التقرير المخابرات على أنهم أرسلوا وراحوا يقاتلون. أمر آخر أن هناك من ذهبوا للتكوين والتدريب، لأنه قتال عناصر البوليزاريو مع الجيش السوري لا يدخل في إطار أنهم ذهبوا لنصرة النظام، هم دخل أكثر في إطار التدريب على حرب العصابات، على العمليات العسكرية، وعلى أيضا حتى بعد ما نشر الكتاب هناك من اتصل بي وأخبرني أن هناك عناصر البوليزاريو جرى تكوينهم على استعمال طائرات درون، على صناعة البراميل المتفجرة التي يجري بها استهداف المدن، عن صناعة القنابل اليدوية عن طريق الأحزمة الناسفة، تلغيم السيارات، وكله في إطار تكوين من أجل أن تحضيرهم للقيام بأعمال إرهابية في المملكة المغربية. هذا هو الخطير في المسألة. هذه الوثائق أيضا فيها وثيقة أخرى تتحدث عن لقاء جمع بيصت، هذا الذي يسمى الآن وزير الخارجية لجمهورية البوليزاريو في تندوف. هذا كان أيضا التقى مع السفير السوري وأعطاه ظرف في 10,000 دولار وأيضا تليفون على حسب ما ورد في الوثيقة من نوع سامسونج آنذاك. وهذا وأيضا بيصت أخبر وتحدث للطرف الاستخباراتي أنه رجع لتوه من الضاحية الجنوبية في لبنان، وأنه التقى مع قياديين في لبنان. يعني كل هذه توحي على أنه كان يجري عمل خطير، وأن المملكة المغربية عندما ذهب وزير الخارجية سيد ناصر بوريطة إلى طهران وحدثهم آنذاك حول هذه التدخلات في البوليزاريو، كان صادقا إلى منتهى الصدق. والمعلومات التي أتوا بها فيما يخص أمير موسوي الذي أنا كنت شنيت الحملة عليه حتى طرد بطرد مقنن من الجزائر، وحكيت التفاصيل في الكتاب، هذه كلها إن دلت على شيء فإنما يدل على أن هناك معلومات استخبارية وأمنية تخص دول، وتمكنت من الوصول إلى جزء كبير منها بلا أدنى شك في هذا الكتاب الذي هدفه أولا الدفاع عن الأمن القومي الجزائري. ختاما وسؤال أخير سي أنور مالك، كيف ترون مآل هذا المشروع؟ أنا أعتبره مشروعا، يعني الأمر لا ينحصر في مجرد كتابة وطبع كتاب،
ووضعه في أروقة المكتبات. هل تتوقعون يعني محاضرات، مزيدا من الشروح المطولة للكشف عن مزيد من الأسرار؟ ربما كثير من القراء لم يطلعوا على الكتاب ولم ليس لهم علم بمحتوياته. وهل هناك مشاريع ترجمة لهذا الكتاب؟ كيف هو المآل؟ هل هناك مشروع درستم وتخططون له؟ وطبعا لك الحرية أن تفشي أو لا تفشي عن أسرار. بارك الله فيك. حقيقة أن هذا الكتاب شكل اهتمام كبير عند الطبقة المثقفة، والحمد لله في حفل التوقيع حضرت نخب مثقفة ونخب معروفة، منهم مفكر كبير وروائي معروف حسن أوريد، وهو قامة مغربية فيها بشير الدخيل، فيها كثير من الوجوه التي لا يمكن نسيانها، فيها الشرقاوي، الدكتور الشرقاوي وهو أكاديمي واستراتيجي، وفيها الكثير من الوجوه التي مرت وتحدثت، وأيضا اهتمام البالغ حيث تصلني رسائل كثيرة من مختلف النخب، أدباء، مثقفين، باحثين، صحفيين يبحثون عن هذا الكتاب، حتى أنني زرت أحد المكتبات وعندما تفاجأ صاحب المكتبة أنني موجود أخبرني بأن هناك المئات من يسألون عن هذا الكتاب. عن هذا نسخته العربية يعني لقت صدى كبير، لأنه أولا حتى العنوان البوليزاريو وإيران هو أول كتاب أفرد لهذا الملف تحديدا. الأمر الآخر، نحن كما قلت من قبل في عدة مداخلات إعلامية على أن الكتاب سيصدر بإذن الله تعالى قريبا، ويجري العمل على نسخته الفرنسية، وإن شاء الله ستكون بدورها خلال فترة ستخرج النسخة الفرنسية، وبعد ذلك الإنجليزية، ثم نخرج نسخة أخرى بالإسبانية، وربما إذا وجدنا الضرورة ملحة لما لا حتى للفارسية، حتى يقرأ الإيرانيون على ما يفعل نظام الملالي في دول أخرى ومع تنظيمات انفصالية وتنظيمات إرهابية. هذا إن شاء الله هذا هو المشروع اللي نعمل عليه، وإن شاء الله خلال أيام دار المنعطف للنشر والتوزيع هي اللي مكلفة بتوزيع هذا الكتاب، وهي بصدد تحضير إلى هذا الأمر. سيتواجد الكتاب في المكتبات المغربية، وإن شاء الله يتواجد حتى في المكتبات العربية على حسب ما تسمح به الظروف. لكن طبعا سيتطور الأمر ونزيد ونبحث عن آفاق أخرى وطبعات أخرى، وربما نضيف فيه أشياء جديدة، لأنه بعد ما طبعنا الكتاب تحصلنا على بعض المعلومات الجديدة، وهناك من تواصلوا معنا وأعطونا معلومات أخرى إن شاء الله نضمنوها في النسخ القادمة بحول الله. وهذا هو اللي نحن نعمل عليه أساسا، لأنه ما تهمنا هي المعلومة الصادقة والموثقة بالدليل وبالموضوعية وبالروح الأكاديمية، بعيدا عن تصفية الحسابات أو السب أو الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. سي أنور مالك، الباحث والخبير والأستاذ والإعلامي، شكرا لقبول الدعوة ضيفا بقناة التلفزيون المغربي الأمريكي. نشكرك لكرم الإفادة ولهذه المعلومات، وندعو صراحة كل المهتمين بالشأن المغاربي والجيوسياسي والشأن الإيراني وكل المحاور التي وردت في هذا الكتاب، ندعوكم إلى اقتناء هذا الكتاب والبحث عنه، فإنه صراحة أنا كنت قلت لسي أنور مالك قبل الحوار لو لم يكن العنوان هو البوليزاريو وإيران أسرار الإرهاب من طهران إلى تندوف لكان ربما العنوان الرديف هو الكشف المنير، لأنه كشف حقيقي غير مسبوق، وهو ينير وينور الرأي العام الجزائري قبل الرأي العام المغربي